هنعمل النهارده مع بعض شويه شاورما حكايه. عندي اقل من نص كيلو لحمه من وش الفخده متقطعه شاورما كده، انا اللي قطعتها بنفسي. هحط بقى التوابل: ملح وفلفل ورشه جوز الطيب وكمون وتوم بودره وبصل بودره وربع معلقه صغيره قوي قرفه وشويه زيت زيتون، وعندي بعد كده معلقه كبيره سكر وطحينه وخل وليمون. همسش بقى اللحمه كده كويس واغطيها بستريتش واشيلها في التلاجة لتاني يوم. هعمل سلطه طحينه، شويه طحينه عليها شويه ليمون وخل ومعلقتين زبادي وكمون، وهنخففها بميه. هنا بقى تسويه الشاورما مهمه جدا. انا حطيت حته ليا ضاني وشلت بعد كده الحته دي بعد ما بتنزل الدهن اللي فيها. حطيت اللحمه وحطيت خل تاني لان الشاورما بتحب الخل جدا. وقبل ما تدخل في السوا هحط البصل، وفي الاخر خالص بقدونس، وبنيت الساندوتش كده وغرقت طحينه. باقل من نص كيلو شاورما كانوا حوالي 400 جرام، عملنا 6 سندوتشات تحفه.